السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. يا رب يسعد قلوبكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. اللهم اصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النهارده يا جماعة كنت في السوق، فجبت السمك ده بوري. فضلة خير ربنا وفضلة خيركم، فقلت هعمله النهارده. وطبعا جبت بتنجان طويل عشان املأ، يعني احمره للولاد واقليه واملحه. وده فلفل، وطبعا ده ليمون. ده فلفل بارد على حامي. عشان طبعا يعني من وقت لآخر يعني بنعوز برضو الفلفل الحامي في أي أكلة يعني، بس بسيط. واحنا بنعمل جنب السمك بنعمل مسقعة، اللي هي بتنجان بالصلصة وفي فلفل بيبقى حامي على بارد. جبت طماطم بس ما جبتش كتير، جبت كيلو واحد بس عشان طماطم برضو تعتبر غالية. وجبت بطاطا، هبقى ان شاء الله اعملها معاكم. وجبت خيار. حاجات يعني لزوم الأكل الطبيعي بتاع اليوم يعني، مش حاجات، حاجات على قد بس الاستخدام يعني، مش حاجات كتيرة. وجبت الصينية دي، قلت لما بنعمل فيها كيكة بتبقى الكيكة شكلها مميز كده وشكلها حلو، فجبت واحدة بس. وكنت غسل غسيل قبل ما انزل، حتى الغسيل في الغسالة. فطبعا على ما جيت كان خلص الغسالة خلصت، فقلت اطلعه وانشره. وبعد كده بقى اخش على عمايل الاكل. آه، جبت بقى النهارده، كنت محتاره والله اجيب اكل ايه، فقلت هاتي سمك وخلاص. عشان طالما البوري كده كده الولاد كلهم بيحبوه يعني، متفقين عليه كلهم. الاكله الوحيده برضو من الاسماك اللي بيبقوا متفقين عليها ولادي هي البوري. فقلت اجيب شو يعني، جبت فضلة خير ربنا 2 كيلو. قلت اقلي قصدي اعمل صينيه شويه، واعمل واشوي شويه بس. فقلت كده اما انضفه معاكم، طبعا مرضتش اجيبه وانا بفتح البطن وكده. انا برضو اللي بيتشوى بفتح البطن عشان اطلع البطن من جوه، اطلع اللي في البطن من جوه. واسيبه بقشوره، وبسيبه بزعنفه يعني وبديله كده. لكن طبعا اللي هعمله صينيه بنضفه تنظيف كامل، بس بسيب الراس. وبعد كده جبت الكبه، وحطيت بقى راسين توم كده قشرتهم، وفلفل ده مش حراق. آه واحد بارد وواحد سبايسي او حراق او حامي يعني. وشوية ملح وشوية كمون، بس كنت نسيت الكمون. وبعد كده رجعت فتحت بعد ما كنت قفلت الكبة، فتحت تاني وحطيت شوية كمون وبس. وبعد كده هفرمهم بقى فرم ناعم عشان اتبل بيهم بقى ايه السمك كله، اذا كان اللي هعمله صينية او اللي هشويه. وبعد كده طبعا هجيب البتنجان واغسله واقشره برضو واقطعه. بس طبعا مش حابة يعني اطول عليكم الفيديو. ففي حاجات عملتها مع نفسي يعني من غير ما افتح الكاميرا، عشان ما يبقاش الفيديو طويل وممل، يعني تبقوا ملين منه. فضيت بقى هنا التوم بعد ما فرمته كويس، فرمته ناعم هو والفلفل. وبعد كده هملح بقى البوري اللي انا غسلته، اللي هعمله صينية هملحه من بطنه. وبعد كده هرش عليه من بره برضو من التوم والتتبيله اللي انا عاملاها دي. واسيبه شويه بقى ايه على جنب كده بتاع ساعه، عشان يشرب من التتبيله. وحطيت عليه شويه ملح، يعني كده بيبقى طعم الحاجه بتبقى مميز واحلى يعني. بالنسبه لي يعني انا بحب الطريقه دي يا جماعه. فهركنه بقى شويه. وبعد كده جبت بقى الجريلا اللي عندي وحطيتها على البوتاجاز على اكبر عين، وولعت العين عشان تسخن. وجبت الرده، انا عندي رده. وده البتنجان زي ما قلت لكم قشرته وركنته بقى وحطيت عليه ملح وركنته. وهجيب بقى البوري اللي انا هشويه وهحطه في الرده. وبعد كده هحطه على الجريلا بقى يتشوى. طبعا الجريلا مش هتاخد الكميه كلها. فقلت ايه يعني احط على قد الجريلا، حطيت 2 وبعد كده هرجع احط 2 تانيين بس. ولما يتشووا بقى اكون عامله الدقه بتاعتها او الميه، بالثوم بالكمون بالفلفل الحامي على البارد اللي انا فرمته، و- وشويه وليمونه وعصرتها وشويه خل. وبعد كده ايه اما البوري يتشوى هنزله في قلب في قلب التتبيله دي، او في قلب الميه بتاعت بالتتبيله دي.
ليه؟ بيقعد من طعم التتبيلة، بيبقى طعمه حلو كده، مميز كده، مش عادب، لا او ملوش طعم، لا بتديله طعم مميز وبتديله طعم حلو. بس كده انا بشوي اهو البوري. آه وبعد كده بقى اكون هنا يا جماعة طبعا، بس مش عايزة اطول برضو الفيديو. قطعت البصلة وهحمرها عشان من برضو ايه، رز صيادية. احنا لازم جنب اي سمك بنعمل رز صيادية. ممكن بس السمك المشوي انا ممكن اعمل رز جنبه ابيض، البولتي، او اللي ناس بتقول عليه شبار، فاحنا ممكن نعمله جنبه رز ابيض، مش دايما يعني. بعد كده عصرت الليمون زي ما انتم شايفين، وهطلع بقى البوري واحطه فين، في المية بالتتبيلة دي بقى كده، يشرب بقى ويتنقع شوية ايه في المية بالتتبيلة ديت، يبقى طعمه جميل ومميز. يا رب طريقتي تعجبكم. والله يا جماعة انا طول عمري بعمل الطريقة دي، بيبقى طعم ايا كان السمك اللي بشويه يعني، يبقى طعمه جميل ومميز جدا، احسن من بره برضه. بس هحط الباقي بقى واشويهم برضو، واحطهم في نفس المية والتتبيلة. وهنا خلاص الرز، طبعا المية بتاعت الرز بعد ما حمرت البصل المية غلت، هسقط الرز بقى و... وبعد كده اهو زي ما انتم شايفين البوري يتشوى، هقلبه على الناحية التانية. ولما اخلص هخش بقى على ايه، اخش على البوري اللي انا هعمله صينية، يكون بقى اتنقع، قعد كده ساعة، فهنقعه بقى. فقصدي هحط له الحاجه بتاعته. انا بقى بجيب ايه، جبت 3 طماطمات، وجبت بصتين كبار. قطعت البطاطس، قشرتها وعملتها طرنشات زي ما انتم شايفين كده. طرنشات رفيعه مش تخينه. وبرده الطماطم عملتها طرنشات، والفلفل نفس الحكايه عملته طرنشات. وبعد كده هجيب توم من التتبيله اللي انا عاملاها في الكبه فرمها، وهدمجهم مع ايه، هدمجهم مع الخضار ده، واقلبهم بقى مع بعض كويس قوي. وبعد كده اقوم جايبه وارصهم بقى يا جماعه، يعني ارص البطاطس وبعد كده اقوم رصه فوقيها الطماطم، وبصوا زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى جبت البوري وهرصه بقى فوق كل الحاجات بقى، الخضار اللي انا حطيته ده. وبعد كده هقوم جايبه بصوا، ولعت البوتاجاز واحطه على البوتاجاز من فوق، ما حطيتوش في الفرن على طول، لا هسيبه يغلي فوق شويه على البوتاجاز من فوق. وحطيت زيت زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده اجيب ليمونتين وخرطهم برضو طرنشات. واسيبه بقى لما يغلي غلوتين 3 على البوتاجاز من فوق. وبعد كده هكون مسخنه الفرن، مولعاه ومسخناه، واقوم مدخلاه ايه، يكمل سواه فين في الفرن. بس وكده الرز في الحله اللي هناك دي طبعا اتشرب، ووطيت عليه عشان يستوي ايه براحته. بعد كده بقى ايه، هجيب عندي بتنجان اللي انا كنت حطيت عليه ملح. جبت بقى الحله واللي انا بقلي فيها، والزيت سخن، رحت جايه حاطه فيه ايه البتنجان وقليته. ودلوقتي بقى انا بعمل بقى ايه، الصلصه بتاعه المسقعه. جبت التومه يعني شوحتها، وجبت الفلفل قطعته مكعبات وشوحته معاها. بعد كده الطماطم ضربتها في الكبه، بتبقى خشنه شويه. ولما اتسبكت حطيت معلقه صلصه معلبه. ولما اتسبكت رحت جايه حاطه ايه، البتنجان زي ما انتم شايفين كده. بس وهنا بقى ايه، كان خلاص البوري اتشرب وخد لون كمان من وشه، من وش ولعت يعني الشوايه خد وش. وغرفت معاكم بقى الاكل. وكده بقى اكلنا النهارده. ويا رب طريقتي تعجبكم. متنسوش يا جماعه اللايك والشير والسبسكرايب والاشتراك في القناه. واشوفكم في فيديو جديد على بكره، مع الف سلامه.